بين الجمهور والنخب الثقافية على حد سواء. وأثار تجاهل هذا الإعلام للحشود التي تتظاهر في مصر وخاصة الجمعة الفائت أثار عاصفة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم النشطاء المسؤولين بإخفاء الحقائق ومصادرة حق المصريين في الوصول إلى المعلومات. وفي لحظة معينة بدبوس هيخرم كيس الدم، فيحصل ايه؟ الدم، وهو يعمل نفسه ميت. اعمل نفسك ميت ليست مجرد فكاهة ابتدعها المصريون للإشارة إلى من يمرر عارفا وبمزاجه الكذب الفاقع، بل هي أحدث الخطط الجهنمية لعصبة من الأشرار للإيقاع برجال الأمن. لسبب ما لم تتحقق الرؤية ولم تنفجر أكياس الدم المزعوم. مات عدد من المصريين بينما تكفل الإعلام بدفع الملايين لأن يعملوا أنفسهم ميتين ويصدقوا الشاشات القابضة على عيونهم وآذانهم. على التلفزيون الحكومي لا حشد ولا من يحشدون، كان على المشاهد أن يصدق وأن يستمع إلى دروس من عسكريين في المأمول من الإعلام المتحضر. برنامج قذر في التلفزيون ما اتفرجش عليه بيدي فيما انا مسؤول عنه نفسي. فإن لم يستطع يغير المنكر ده في نفسه واهل بيته بايده فبلسانه. ولأن في عالم اليوم إعلام بديل وتقنيات بث حديث، وصلت الصورة التي حجبتها السلطات المصرية وفجر تجاهل الإعلام المصري موجات من التهكم والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الأذهان مشاهد إعلامية كانت أقرب إلى الهزل من ذكريات ثورة يناير. هذا مثلا قبل ساعات من تنحي مبارك. لو سمعت احنا عايزين نعرف الناس هنا متجمعه ليه النهارده في فرح تامر والف مبروك وعقبالك. الناس كلها فرحانه بيه جدا يعني الحمد لله. فرح النهارده فرح، وفي على فكره حماده هلال وتامر حسني الناس دي كلها جايين يغنوا. في الصحافة المكتوبة الصدمة نفسها، يفرك القراء أعينهم وقد يمسحون دمعة أسى وهم يتابعون مآل صحافة خرجت كوكبة من أفضل الكتاب العرب، القبض على بطة جاسوسة وانهماك الأمن بمتابعة الموضوع. خبر آخر في مشهد الكوميديا السوداء يفجر عاصفة من الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي ويذكر بأخبار أكثر غرابة وجدت من يصدقها، مما دفع ثلة من شباب مصر إلى الصراخ: خليك مصدق إنك ميت. خليك مصدق إن العسكر هيسلموا السلطة للمدنيين. خليك مصدق إن الشرطة في خدمة الشعب. وخليك مصدق إن قناع فانديتا هيحرق البلد. خليك مصدق إن قناة السويس هتتباع والأهرامات تتباع. من جانب